السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم أبدا 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 أبدا، ولا من كومنتاتكم الجميلة اللي زيكم اللي بتكبر الخاطر. ربنا يكبر خواطركم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يشفيني ويشفي مرضى المسلمين أجمعين، ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. رب كملها بالستر والصحة، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمه الكثيرة لا تعد ولا تحصى. طبعا انت لابسة كده وكنت فين يا مرهف حبايبي؟ كان عندنا فرح سيلفي، فرح سيلفي، بس انا ما رضيتش احط الصوت عشان ما يجيليش عليه طبع حقوق طبع ونشر. ما اعرفش يعني انا لو سبت الصوت كان هيجي ايه اصلا حقوق طبع ونشر، فانا خفت بصراحة يجيلي يعني على القناة، فعشان كده مرضيتش ان انا اسيب الصوت وايه وضجة الفرح والكلام ده. عقبال اولادكم جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب تفرحوا باولادكم وما تشوفوا فيهم وحش ابدا يا رب، اللهم امين. ربنا ما يحرق قلب ام على ضناها، ونفرح باولادنا جميعا ونبصوا كده ونكمل المسيرة بتاعتنا معاهم. ربنا يبارك فيهم كده ويهديهم ويكفيهم شر طريقهم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في اولادكم وفي صحتكم في حياتكم، وتفرحوا كده باولادكم. الفرحه حلوه خالص يا حبايبي. انا معرفتش اصور لان بصراحه المسرح كان ضلمه جدا جدا، ومعرفتش اصور هناك، وانا كنت قاعده ورا يعني على الكرسي ورا وكده انا والولاد. طبعا ريان يعني بيحتفل وبوريكم هو بيعمل ايه. بصراحة هي صوت الفرح حلو قوي، بس انا خفت اصيب الصوت يجيلي عليه حقوق طبع ونشر. طبعا رأف وريان كانوا مبسوطين جدا جدا. عقبال اولادكم كده واولادي يا رب ما نفرح بيهم ونشوفهم كده احسن خلق الله، اللهم امين يا رب العالمين، ويبارك فيهم جميعا، اللهم امين. فطبعا بعتذر على صوتي لان انا يعني بقالي كام يوم. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الحمد لله. بصوا يعني يعتبر كده كنت بموت بصراحة والله العظيم. من يومين كده جالي تعب في صدري، نفس، بصوا يعني يعني نفسي كان مكتوم جدا جدا جدا. كنت بعيط بصراحة، كنت حاسة ان انا هموت اصلا. كنت بعيط وولادي كانوا جنبي كده حواليا عمالين زعلانين عشاني. كنت حاسة بدبحة في صدري كده. خلاص كنت حاسة ان روحي بتطلع اصلا. مش عارفة يعني عشان انا حامل مثلا مع الدورة جامدة عليا. هي جات لي قبل كده بس المرة دي كانت شديدة عليا قوي قوي قوي. مش كنت قادرة بصراحة اتنفس اخد الصوت، اخد نفسي كده، مش كنت قادرة اطلع صوت اصلا. اللي انا ابص لاولادي واعيط بس مش اكتر. فالحمد لله بحمد ربنا بحمد ربنا بحمد ربنا، ربنا يشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا حش عني خفف عني الازمه دي اللي في صدري دي. والحمد لله عدت على خير، بس انا صوتي لسه متغير. وطلبت منكم الدعاء وشكرا جدا 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 على اي حد علق لي وكتب لي ان ربنا يشفيني. ربنا ما يأذيكم ابدا ولا تتأذوا في ولادكم، اللهم امين يا رب العالمين، ولا في صحتكم ولا في عافيتكم، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. متنسوش بقى تحطوا لي لايك كده اللي وصل معايا لعند هنا، وتحطوا له لايك كده وكومنت حلو من قلوبكم زيكم كده، عشان الكومنت ده بيشجعني جدا. وربنا يكبر بخاطرك. ابي العزيز اخويا الفاضل، عمي حسن من الاردن، بصوا كتب لي تعليق. مش قادره اقول لكم التعليق ده. والله 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 انا ما اعرفه ولا هو يعرفني، ولا يعني انا مش عارفه. هو طبعا يعني دخل على قناتي فجأة لقيته كاتب لي تعليق. انا عينيا دمعت، انا دمعت من التعليق. جسمي اشعر اكني يعني من أما قرأت التعليق كده
اما هو كتب تعليق حلو ليا. ربنا يكبر خاطرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في صحتك وفي عافيتك، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعد حياتك كلها، تبقى بالستر والصحة وراحة البال، اللهم امين. يا عمو حسن، حاجة تشرفني جدا 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 ان انت تبقى ابويا، لان هو كاتب لي انت زي بنتي. فدي حاجة تشرفني ان انت تبقى ابويا وان انا اكون بنتك. آه، ابويا كان برضو من الناس المحترمة جدا جدا جدا، الله يرحمه ويحسن اليه يا رب، ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. كتب لي تعليق يا حبايبي، التعليق ده خلى جسمي بصوا مش قادرة من الفرحة. عيطت من الفرحة لأنه هو كتب كلام. أنا يعني فرحت من كلامه، إن أي حد يدخل عندي إن الست دي ست محترمة، كلام يعني حلو أوي أوي أوي. بتشكرك من هنا لعندك، بتشكرك من هنا لعندك الأردن. مليون شكر، مليون. مش عارفة أتشكرك إزاي بصراحة. مش عارفة أوصف تعليقك إزاي، بكلمة في كلمة الرقة، في كلمة الأدب والاحترام. ربنا يا رب يسعدك في حياتك، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعلك جبر خواطر، وربنا يجبر خاطرك جبرا يتعجب لها اهل السماوات والارض. آم، بتشكرك جدا، دي اللي انا اقدر اقوله لك، ان انا بتشكرك جدا 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 جدا. الشكر ده مش يوفي حق الكومنت اللي بقى انت بعته لي، مش اكتر ولا اقل. فربنا يديمكم نعمة في حياتي. ما تنسوش بقى اي حد بيحط لي لايك، ربنا يكبر بخاطره يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويكبر خواطركم جميعا. طبعا انا في اليوم ده يا حبايبي انا اولادي طبعا، احنا مش هناكل في الفرح طبعا. ففي اليوم ده اولادي عايزين ايه، اللي طلب مكرونة واللي طلب جلاش. فطبعا مش هزعل حد منهم. جبت بقى نص مفروم وقسمته بصراحة الاتنين. مش هقول لكم عملت ده بنص وده بنص، عشان انتوا شايفين الحالة، شايفين الظروف والمعيشة والحياة غالية وكده يعني. بصوا كان مليان جدا، هو مش الربع مش شوية، الربع كتير، الربع مش شوية، فضل ونعمة من عند ربنا. طبعا كنت جايبة نص مفروم، عملت عليه شوية بصل محترمين كده، وعملت لهم، عملت الرهف كانت عايزة جلاش، وريان كان عايز مكرونة بشاميل. فطبعا ايه حبيت ان انا ايه مش هزعل حد منهم، وعملت لهم كمان جيلي فراولة، عشان برضو ولادي ما يبصوش لحد. هقول لكم ان انا عملت فراخ جنب ولحمة جنبه، لا بصراحة انا اكتفيت بالمكرونة البشاميل، الفضل والنعمة من عند ربنا. طبعا انتوا كلكم عارفين ان كل حاجة بتكلف، وصينية المكرونة النهاردة مش هوينة يعني، بتكلف مهما كان، لبن ومفروم وكلام من ده ومكرونة. كيس المكرونة ب10 جنيه، يعني ما فيش حاجة رخيصة في أقل أكلة بتكلف برضه. فالحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. يعني بصوا بحمد ربنا على أقل نعمة أنا باكلها. عمري ما اتبطرت على الأكل ولا كلام من ده، ولا بصيت لحد. فعشان ولادي ما يبصوش لحد عملت لهم في اليوم ده في الفرح، عملت لهم يا حبايبي جلاش ومكرونه زي ما انا قلت لكم كده، وعملت لهم كمان كام طبق جيلي كده بالفراوله. طبعا الجيلي ده انا كنت جايبه منه 10 بواكي بصراحه، وكنت عيناهم، بس الجيلي ده مش عارفه مضروب او حاجه زي كده، مش بيديني اللون الاحمر الشاسع اللي انا بحبه. فعشان ايه والله 3 بواكي، ده 3 بواكي يعني. فجبت بقى ايه بصوا، فكرت كده يعني تعملي ازاي يا ام رهف، تعملي ازاي يا ميسه. جبت بقى غزازة اللي هي الشربات الخام، انا بحب اجيبها يعني اعملها للولاد ساقعة كده. فجبت منها معلقتين 3 وحطيتها تديني اللون اللي انا عايزاه، لون الجيلي. هرمي 3 بواكي الباكو ب10 جنيه؟ لا طبعا مش هرميه. فطبعا اكتفيت بالايه، جبت الجيلي ده، وقمت جايبه الشربات اللي هي دي، وحطيت 3 4 معالق واكتفيت بيها، وخليتها حمرا وزي الفل كده، تمام تمام. طبعا بعد ما اللحمه بدات تتعصق كده، عملت بشرتين طماطم، بشرت كام حبايه طماطم، بشرتهم كده بالمبشره. وبعد كده ايه
برضو كنت الاطباق دي انا عيناها في المطبخ، فطبعا ما ينفعش ان انا اجيب كده واحط فيها على طول. طبعا غسلتها وحطيتها كده على الفوطه بتاعه المطبخ النظيفه ديت، انا معلقاها نظيفه يتصفوا عليها. طبعا عملت بقى تفاح وموز وعنب، وبتسيبي الجيلي يبرد شوية يعني. بصوا ايدك تستحمله صراحة يعني، عشان مش يسوي الفواكه وتبقى طعمها مش حلو. بصوا الطعم مش هيبقى حلو معاكي. لازم تسيبيها كده تهدى كده خالص، تبرد تماما، وبعد كده بتعبيها كده زي ما انت شايفة في الاطباق، عشان برضو الفواكه مش تستوي معاكي كده من السخونية. بتسيبها تبرد تماما تبقى دافية يعني. بعد كده تحط الفواكه وتسيبها كمان 10 دقايق بره بعد الفواكه، وبعد كده تحطها في التلاجة وبتربط وبتبقى زي الفل. وكده بتبقى تمام كده، خلاص عملت الجيلي وخلاص هعمل البشاميل وكل حاجة هتبقى فل وتمام. و14 متنسوش بقى تحطوا له لايك وفضلا وليس امرا، واللي لسه ما اشتركش يشترك. انا قناة منوعات الغندورة. يا رب يعجبكم وصفاتي، يا رب يعجبكم روتيناتي، يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم ودايما خفيفة على قلوبكم. ربنا يحبب فيا وفيكم خلقه، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكبر خواطركم جميعا ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا كنت بنخل الدقيق، بحب برضو ان انا انخله حتى لو انا نخلاه وعيناه، بحب ان انا انخله كده برضو عشان اعمل بيه البشاميل. انا مش بجيب بشاميل جاهز ابدا يا حبايبي، ما بحبش البشاميل الجاهز، بعمله في البيت وخلاص. اسهل واوفر وبيبقى طعمه زي الفل. بحط عليه مكعب او 2 مرقة دجاج عادي، بيبقى زي الفل وتمام. وكده بيبقى معايا جاهز. ولو احتاج ملح بحط ملح. طبعا دول 2 كيلو لبن، كنت جايبه 2 كيلو لبن بحط على كل المكرونه. وشلت كوبايه كده عشان اعمل بيها الجلاش، عشان اعمل بها الجلاش. ما تنسوش بقى تدعوا لي كده دعوه حلوه كده، ربنا يتمم حملي على خير ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش كمان تدعوا لابويا وامي وامواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم في الفردوس الاعلى، وربنا يلطف بينا جميعا، وربنا يعدي الايام ده على خير. الايام دي صعبه جدا 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 في كل حاجه. احنا نحمد ربنا، حتى احنا لو اقل القليل ربنا يجعلنا من اهل الوسط. احنا طبعا قولوا الوسط، قولوا الاقل من وسط، احنا راضيين. في ناس غيرنا مش لاقيه، فربنا يلطف بينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويكملها بالستر والصحه ويريح قلوبنا كده وبالنا، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا له دعوه حلوه كده من قلوبكم، دعواتكم الجميله اللي بتكبر خاطري، ربنا يكبر خاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويحقق لكم ويخلي لكم اولادكم، اللهم امين. طبعا ده كان الجلاش. طبعا انا يعني ايدي في كل حاجه كده عشان انجز واخلص، لان الوقفه في المطبخ بصراحه متعبه جدا جدا جدا. طبعا انا خدت نص قول النص وزياده يعني، عشان المكرونه تبقى اكتر شويه. وبعد كده الباقي حطيته على الجلاش زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وبقطعه كده وبعمل له اللبن بتاعه ببيضة. بفقش بيضة كده واحط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسود عشان الزفارة. وبعد كده بعمل ايه بقى، بربها كده كويس كويس كده، وبعد كده بحطها على على كوباية لبن. دي كوباية لبن يا حبايبي. طبعا انا كنت حطيت الفلفل الاسود وما حطيتش الملح، فقلت اما ادوق كده عشان اشوف الحدق بتاع، عشان تبقى مظبوطه وحدقها مظبوط. بس كده، وادخل بقى المكرونه والجلاش الفرن كده وخلاص خلصت. وكده انا عملت وكده انا عملت الجيلي. طبعا كان عندي دورين غسيل، دورة غسيل في الغسالة. فطبعا انجز بقى واتفضي كده واطلع. بصراحة كان يوم متعب جدا ومرهق، واخر اليوم انا رحت عشان الفوطة انا صفيت عليها فقلت اما اغسلها، عشان انا بقى اخر اليوم هنروح الفرح.
طبعا برضك في الفرح انا عملت لولادي فشار، كل شويه بيطلبوا منه فشار وشويه قد كده ب5 جنيه. لا انا جبت ب5 جنيه ذره، عملت لهم بيه هما الاتنين وكفه، وبسم الله ما شاء الله، وكنت عامله لهم كمان ترمس، كنت مظبطاهم يعني ومهيصاهم في الفرح. فما تنسوش بقى تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.